بسم الله الرحمن الرحيم. آم، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناة دي بيجامون عمر كامل. النهاردة هنتكلم عن الداتا ساينس رود ماب. عايزين نعرف يعني إيه داتا ساينس وإيه اللي أنا المفروض أتعلمه علشان آخد المسميات أو أشتغل في الدومين ده، أو آخد المسميات اللي بتشتغل في الدومين ده. هنعرف إيه هي مسميات الوظائف اللي بتشتغل الشغل ده، والمفروض تتعلم إيه علشان توصل لها. فأول حاجة عندنا في كلمة داتا ساينس داتا. الداتا دي ممكن تبقى أي حاجة، ممكن تبقى الداتا دي ممكن تبقى جداول، ممكن تبقى شيتات إكسل، فايلات PDF، ممكن تبقى أي بيانات 01، ممكن تبقى بيانات لوجات بتاعت نتورك، ممكن تبقى بيانات سحابية موجودة أونلاين، ممكن تبقى API اللي هي معناها Application Programming Interface، ودي البرامج أو دي الوسيلة اللي بتتواصل بيها البرامج مع بعض. ممكن تبقى ملفات بشكل عام. فالداتا ممكن تبقى حاجات كتير. الداتا ساينتست او الداتا انجينير او الداتا اناليست زي ما هنشوف، هم دول اللي بيقدروا يستخدموا البيانات دي ويطلعوا منها حاجات او تقارير تنفع المانجرز عشان يعرفوا يشتغلوا. هنلاقي عندنا هنا كده اول مسمى الداتا اناليست. والداتا اناليست ده هو الشخص اللي بيقدر يعمل البيانات الوصفيه او ديسكريبتيف. دي زي ايه؟ ان هو يقدر يرسم لك جرافس، زي مثلا لما تيجي تقول له المبيعات بتاعه الفروع كلها، فيجيب لك المبيعات بتاعه الفروع، المبيعات بتاعه الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث، اكتر منتجات بتبيع، اقل منتجات بتبيع، اكتر منتج الناس بتشترك عليه، اقل منتج، اكتر وقت الاعلانات بتبقى فعاله فيه. كل دي بيانات بيقدر يستخدم فيها مثلا حاجات زي الاكسل، زي الباور BI، زي SQL. البرامج دي او الادوات دي وانس ان هو قدر يتقنها، نقدر نقول ان هو يقدر يشتغل داتا اناليست بشكل كويس. وهنا لو خدتوا بالكم من البيانات، هتلاقي ان البيانات بتتحرك على محور الزمن، فتلاقي في بيانات قديمه، بيانات تاريخيه، وبيانات حاليه، في بيانات مستقبليه. الداتا اناليست شغله المفروض ان هو، او المتعارف عليه، ان هو بيشتغل على البيانات التاريخيه او البيانات الحاليه اللي موجوده، يقدر يوصفها بشكل تقدر الاداره تشوفها وتفهمها بشكل كويس، بشكل يسمح باتخاذ القرار بصورة أفضل، ويقدروا يتعرفوا على البيانات من غير ما يقروا البيانات التفصيلية لكل حاجة. لكن لو طلع سؤال زي تقدر تتنبأ بمين العملاء اللي مش هيكملوا اشتراك معانا، تقدر تتنبأ بحجم الطلب على منتج معين. يعني انت مثلا مصنع وبتنتج مثلا ازايز ميه، فانت عايز تتوقع السنه الجايه هتنتج كام ازازه، عشان بناء عليه لو الطلب هيبقى زياده، طب انا اجيب آلات جديده واخد مكان جديد وهكذا. لو الطلب هيبقى لا زي السنه دي، يبقى انا مش مضطر ان انا اعمل اكسبانشن. لو الطلب هيبقى اقل، طب يبقى انا الحاجات بقى اللي انا مأجرها احاول بقى ايه ما اجددش العقود، ولا ان الطلب هيبقى اقل. فالتنبؤ شيء مهم جدا في البيزنس، والداتا ساينس هو الاساس في التنبؤ ده. طبعا في مجالات كتير بتتكلم في الموضوع ده، كل حد بيتكلم من المنظور بتاعه. الاسئله اللي احنا طرحناها دي وزيها اسئله كتير بتبقى حوالين التنبؤ بالمستقبل، هيبقى شكله عامل ازاي، مستقبل الطلب، مستقبل العرض، تحرك البيانات هتبقى شكلها عامل ازاي. فاحنا هنا بنتكلم عن المستقبل، وده الدايمنشن اللي بعد اللي بيشتغل عليه الداتا اناليست. فلما الداتا اناليست تبتدي تقول له طب توقع لنا بقى الفرع الفلاني ده هيبيع اكتر ولا لا، فيبتدي يقول لك لا والله انت بقى هات ايه، داتا ساينتست. لان الداتا ساينتست هيعمل شغل تاني مختلف عن الداتا اناليست بيعمله. هتبدا الشغل بتاعه من كولكشن البيانات، يبتدي يشوف البيانات دي اللي موجوده قدامنا دي، كل بيان منهم يقدر يستفيد منه بايه في الحاجات اللي موجوده عنده. يعمل الداتا بريباريشن، يعمل لهم البريباريشن ده يعني يعد البيانات للاستخدام، يجهزها علشان المرحله اللي جايه، ان هو يرتبها بشكل معين، يعمل لها كليننج، يشيل البيانات اللي ملهاش لازمه، البيانات الغير صحيحه، البيانات اللي ممكن تعمل له مشاكل في التحليل، زي مثلا السبايكس. يعني انت مثلا لو عندك كل الايام عدد الطلب على الفروع كلها 10 عملاء في الساعه بحد اقصى،
ما عدا يوم واحد في ساعة واحدة كان عندك 200 عميل في الفرع، فساعتها تقدر تاخد قرار إن أنت توسّع مساحة الفرع عشان يستوعب ال200 عميل، والّا هتشتغل على 10 عُملا بس. فالdata دي بتبقى اسمها spikes، الdata يعني بتبقى outliers، بالmass بتسميها outliers، اللي بتبقى أكبر من النطاق الطبيعي، فالمفروض إن أنا ما اعتمدش عليها، وطبعًا كمان لو أقل كتير من النطاق الطبيعي. وأمثلة ده حاجات كتير في الdata cleaning. ويعمل prioritization للdata، يعني يبتدي يرتب الdata حسب أولوياتها وحسب أهميتها، إيه الdata اللي هاعتمد عليها أكتر والdata اللي مش هاعتمد عليها أكتر، وإزاي أقدر أولِّد data منها، إزاي أقدر أعمل حاجة اسمها feature engineering، وبعد كده أعمل train للموديل. طب إيه هو الموديل واللي هاعمل له training إزاي، وإزاي أشير المعلومات. هنشوف الكلام ده في السلايد اللي جاي.